أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد توقف دام قرابة الشهرين لدخول شهر رمضان المبارك والعيد وبعض الأمور التي أخرتنا، نسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا، نبدأ مرة أخرى في دروس التفسير. ودرسنا اليوم إن شاء الله تعالى هو الدرس 52 من دروس التفسير، بداية سورة تفسير سورة الرحمن كما سمعنا. وهذه ليلة الاثنين 12 من شوال لعام 45 و400 وألف من الهجرة. بداية، فضائل سور القرآن لا تثبت إلا بنص صريح صحيح، بخبر صحيح من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز إثبات فضل لسورة معينة لآية معينة إلا بتوقيف من الشرع الحنيف. وقد روى الترمذي وحسنه الألباني عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فهذا حديث حسنه الألباني. أما حديث لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن فهذا حديث منكر، وقد صنف بعض العلماء كتبا في فضائل القرآن، منها مثلا فضائل القرآن لحافظ ابن كثير الدمشقي معروف، الصحيح والسقيم في فضائل القرآن خرجته الجمعية الحديث الشريف، كتاب الصحيح المسند في فضائل السور لحسان عبد الرحيم، صحيح فضائل القرآن لمؤيد عبد الفتاح حمدان. هذه بعض أو نقول هي أصح ما صنف في فضائل القرآن، من أنه مذكور فيما من الأخبار الصحيحة في فضائل سور القرآن. نعم. قال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هنا عجيبة، شوف، قال الرحمن، ده إشارة إلى صفة الرحمن سبحانه وتعالى، إلى من يقول بأن القرآن مخلوق. قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فمن القرآن أتى بصفة التعليم له، وأتى بصفة الخلق الإنسان.
مع أنه عقب الإنسان بقول إيش؟ علام البيان. يعني إيه علم برضه؟ فلو كان القرآن مخلوق فلماذا يعني كلمة خلق الإنسان علمه البيان، يعني إذا خلق الإنسان علم الإنسان أيضا، صح؟ يعني من الذي علم من؟ من الذي علم؟ الله. علمه هو تعود على من؟ على الناس. فمن الذي خلق الإنسان؟ الله. ومن الذي علم الإنسان؟ الله. فلماذا قالوا هنا الرحمن خلق علم القرآن، ما قالش الرحمن خلق القرآن علم القرآن؟ فلما خص القرآن بالعلم ثم ذكر الإنسان خلقه وعلمه فدل على أن القرآن ليس بمخلوق، وإلا لو كان مخلوقا كالإنسان لشرك الاثنين، لأن هنا إذا الإنسان علمه الله البيان والله هو الذي علم القرآن. القرآن مفعول به والإنسان مفعول به، مفعول به مرتين، مرة في كونه خلقه الله ومرة في كونه علمه الله. أما القرآن في كونه إيش؟ في كونه إيش؟ علمه فقط. فلو كان القرآن مخلوقا لقاله ربنا هنا، وإلا لأنه قارن بين القرآن وبين الإنسان. فهنا علم القرآن، سيب الآية اللي بعدها، علمه البيان، علم علم، علم هنا وعلم هنا، هي كأنه قال علم الإنسان البيان، علم الإنسان. خليك البيان ده هتبقى مفعول به ثاني. إذا يعني كأنه الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علم الإنسان. طب فلماذا ما خلق الإنسان ذكره مرتين، مرة بالخلق ومرة بالعلم، وذكر القرآن مرة بالعلم ولم يذكر له خلقا؟ فدل على أن القرآن ليس بمخلوق. ولو كان القرآن مخلوق فصفات الله مخلوقة من ضمن صفات الله، وهذا ما ينبغي ولا يجوز. نعم. هذه يعني لطيفة جميلة جدا من علماء أهل السنة، ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله يفتح عليهم فتوحات عجيبة. يعني مثلا هذه الآية ممكن يكون واحد قرأ مثلا ختم القرآن 100 مرة وما مرت عليه، يقرأ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ويمشي ويخشع في القرآن، لكن يستنبط منها أن هنا إشارة صريحة واضحة إلى أن القرآن ليس بمخلوق إنما المخلوق الذي بعده. فسبحان من من علينا بهؤلاء العلماء الذين علمونا عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الرحمن جيء بالرحمن دون سائر الأسماء الإلهية. طبعا ربنا ذكر الرحمن الرحيم والملك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، أسماء ذكرها ربنا في القرآن، ولكن ذكر الرحمن هنا أولا لأمور، لأنه الاسم الذي كان المشركون ينكرونه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. كان الأول لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحمن، يقول لك ده بيدعو إلهين اثنين، بيدعو الله وبيدعو الرحمن، فقال أيما تدعو فلله الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فهو لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. وكذلك منها الرد على الزاعمين أن الرسول يعلمه بشر، فأخبر تعالى أن الرحمن الذي علم القرآن هو الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يكون في هذا الخبر استهلال البارع، إذ الصورة تعددت فيها نعم عظيمة كثيرة جدا جليلة، ومصدرها هو الرحمن سبحانه وتعالى، لأن النعم الإنعام يدل على الرحمة، الإنعام يدل على الرحمة، إذا أنعم عليك فدل على أنه يرحمك رحيم بك. ومنها يعني وهذا تلطف من الله بعباده أنه رحمن الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، والله عز وجل يتلطف مع عباده. حتى مثل قال الله عز وجل مثل يعني إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، التلطف ثم لم يتوبوا، يعني لو فعلوا هذا وقتلوا وسفكوا، كلام عن أصحاب الأخدود الذين حرقوا المسلمين أحياء ثم لم يتوبوا، تلطف منه رحمن فلهم عذاب جهنم.
لكن لو فعلوا ثم تابوا تاب الله. قال تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فالله تبارك وتعالى يمن عليهم بيتلطف عليهم بأنه هو الرحمن وما زال. نعم. من أجل ذلك قال تعالى أيضا الرحمن على العرش استوى، فكأن الله أحاط بخلقه رحمته. ما قال الجبار على الرحمن على العرش استوى، ما قال العزيز، ما قال ذي الجبروت ذي الملكوت، قال الرحمن على العرش استوى فأحاط خلقه برحمته سبحانه وتعالى. نعم. والعرش قبة الكون. نعم. فرحمة الله متجلية ظاهرة واضحة فيما يعدد من آلاء ونعم. ومنها أن الله خلق آدم كما خلق ذريته، خلق الإنسان كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال الشنقيطي رحمه الله وقوله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، فالإنسان بالأمس نطفة واليوم هو في غاية البيان وشدة الخصومة، يجادل في ربه وينكر قدرته على البعث. فالمنافاة العظيمة التي بين النطفة وبين الإبانة في الخصام مع أن الله خلقه من نطفة وجعله خصيما مبينا آية من آياته جل وعلا دالة على أنه المعبود وحده وأن البعث من القبور حق سبحانه وتعالى. ومنها أيضا تعليم من نعم الله عز وجل تعليمه سبحانه وتعالى البيان للناس الذي يكون به التفاهم ويدور عليه التخاطب والتكلم، بل يتوقف عليه مصالح الناس، لأنه لم يكن بينهم بيان وظهور وتوضيح لما صلحت المعيشة. نعم. وخاصة كذلك يزداد هذا الأمر من النعم والآلاء تعدد اللغات، يعني ليست لغة واحدة بل هي لغات عديدة. قال ابن كثير علمه البيان، قال ابن كثير قال الحسن يعني النطق، قال الضحاك وقتادة وغيرهما يعني الخير والشر. وقول الحسن ها هنا أحسن وأقوى لأن السياق في تعليمه. الرحمن علمنا القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن هو أداء تلاوته، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها. إذن الآية هذه ثلاث إخبارات عن الرحمن خلاص. في الرحمن علم القرآن واحد، خلق الإنسان اثنين، علمه البيان ثلاثة. نعم. قال تعالى الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. هذا هو الخبر الرابع. ثلاث أخبار: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الخبر الرابع والشمس والقمر بحسبان. بحسبان مصدر زيدت فيه الألف والنون كالطغيان والرجحان والكفران، طغى وكفر ورجح. بحسبان معناها أي بحساب وتقدير. والشمس والقمر بحسبان أي الشمس والقمر بحساب وتقدير. فالضمير عائد إلى الله، يعني كأن الرابط يقول والشمس والقمر بحسبانه سبحانه، لأن الله هو الذي فعل ذلك. فالمصدر عائد على الرحمن تبارك وتعالى. فالشمس والقمر يجريان متعاقبين بحساب متقن لا اختلاف فيه ولا اضطراب. قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسبق النهار، هذه واحدة. وكذلك فيه إفادة يستفيد منها الإنسان بالحساب والقدر وفي المنازل. قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر ما قدره منازل والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. يعني هذا أيضا من النعم، وهذه من مظاهر الرحمة منه سبحانه وتعالى. هذا كذا 4 أخبار. قال تعالى والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. والنجم والشمس والقمر حسبان،
والنجم الخبر الخامس والنجم والشجر يسجدان. قال العلماء النجم ما لا ساق له من النبات وهذا غذاء البهائم، والشجر ما له ساق وفيه غذاء الآدميين. هذا قول بعض العلماء، النجم ما لا ساق له من النبات وهذا غذاء البهائم، والشجر ما له ساق وهذا غذاء الآدميين أيا كان الطعام الآدميين. نعم. وكلاهما يسجدان لله الطواعية كسجود المكلفين لا يعصون الله عز وجل. قال ابن جرير اختلف المفسرون في معنى قوله والنجم بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق، فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النجم من بسط على وجه الأرض يعني من النبات، وقال مجاهد النجم الذي في السماء. هذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى، ذكر هذين القولين. نعم. أقول وقول مجاهد والأظهر، والدليل على ذلك أن الله صرح بسجود نجوم السماء والشجر، فقال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذا هو الخبر السادس، والسماء رفعها ووضع الميزان، أي رفعها عن الأرض إنعاما منه على الثقلين في رفعها وزينها بالكواكب والشمس والأقمار، وهذا من نعم الله عز وجل. والخبر السابع والسماء رفعها ووضع الميزان، أي وضع الميزان أي أثبت العدل بين العباد، فأمر به وألهمهم وأكرمهم وعلمهم صنع الوزن، وغرس في النفوس حب العدل حب الوزن. يزن الأمر يعني إيه المقصود بالوزن؟ أن يضع أن يوازي بين الكفة هذه والكفة هذه، فلو مالت كفة عن أخرى ما كان وزنا ولا كان عدلا، فغرس سبحانه وتعالى في فطرهم حب العدل والرغبة فيه. قال تعالى ألا تطغوا في الميزان ألا تجوروا في الميزان. والوزن تقدير تعادل الأشياء، يقول لك اوزنهم كده، اوزنهم مظبوطين، أي شيء يقول لك اوزنها، وحتى في الأمور المعنوية يقول لك اوزنها كده في دماغك. يعني اوزنها يعني يقصد أن تعدل بينهما. نعم. وكلمة ووضع الميزان بمعنى جعل، ومنه حديث البخاري من قول أبي طلحة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله. فضعها أي اجعلها، فضعها يعني إيه؟ أي اجعلها حيث أراك الله. ألا تطغوا في الميزان، الطغيان مجاوزة الحد، طغى تجاوز الحد في الظلم. نعم. فألا تطغوا في الميزان، فمن قال الميزان العدل قال طغيانه الجور، وقال إيه ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. فلو قال ووضع الميزان أي وضع العدل ألا تطغوا في الميزان ألا تجوروا في الميزان. ومن قال ووضع الميزان يعني وضع الآلة الميزان اللي يوزن بيه دوت، قال ألا تطغوا في الميزان اللي هو البخس. فالميزان له معنيان، بمعنى العدل أو بمعنى الآلة الميزان المحسوسة هذه. فإن كان ووضع الميزان ووضع العدل فلا تجوروا فيه، ووضع آلة الميزان فلا تبخسوا الناس أشياءهم. نعم. بل أقيموا الوزن بالقسط بالعدل ولا تخسروا الميزان بل وفوه، وهذا من رحمة الله عز وجل. والمسلم مأمور بالقسط في كل شيء. قال تعالى قل أمر ربي بالقسط، وقال تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وهكذا آيات كثيرة في هذا. قال تعالى والأرض وضعها للأنام،
فيها فاكهة والنخل والأرض وضعها للأنام. هذا هو الخبر السابع الذي مصدره هو الرحمن سبحانه وتعالى. والأرض وضعها أي جعلها وأثبتها ودحاها وسهلها للأنام الخلائق بجميع أشكالهم وأنواعهم وألسنتهم وتباينهم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة كما قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. نعم، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. في أي الفاكهة كل ما يتفكه به الإنسان من أنواع الفواكه. والنخل ذات الأكمام أفرده بالذكر لشرفه. طب والأرض فيها فاكهة والنخل، طب في أين بقيت أشياء لما في النخل من شرف ومقام وعلو على بقية الفواكه. نعم. والأرض وذات الأكمام، الأكمام الطلع الذي في النخل. والحب ذو العصف والريحان. الحب كل ما يقتات من الحبوب. والحب ذو العصف سمي عصفا لأن الريح تعصف به لخفته، كما قال تعالى فجعلهم كعصف مأكول، اللي هو الحبوب التي تؤكل فتصير كالعصف. فالحب كل ما يقتات من الحبوب. والريحان معروف، النبات المعروف الطيب هذا. قال السعدي يحتمل أن المراد بذلك جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميون، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، ويكون الله قد امتن على عباده بالقوت والرزق عموما وخصوصا. ويحتمل أن المراد بالريحان الريحان المعروف، وأن الله امتن على عباده ما يسره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة. نعم. وكل هذه أنواع الطعام للإنسان والحيوان، وكلها من مظاهر الرحمة. قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. الفاء العلماء يقول للتفريع على ما تقدم من ضروب وأنواع الآلاء الكثيرة. فيا معشر الجن بأي نعم ربكم تكذبون أو تكذبان. فالنعمة ظاهرة وأنتم مغمورون بها ولا تستطيعون إنكارها ولا جحودها، وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى. فيكون الجواب لا بشيء من نعم ربنا أو من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. والله تعالى أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير.